الو. ايوه يا عم السعد، كل سنه وانت طيبه. قولي لي عايزاني اجيب لك ايه معايا وانا مروح عشان نجيب حاجه رمضان. وغات ايه دي؟ هو لسه في حد هيشربه؟ كاجو ايه ده بقى ب1000 جنيه. ربنا يخليك لينا يا رب. 10 فرخات؟ ليه هتعملي مشروع دواجن ولا ايه ياك؟ لا 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 لا، ايه كل دي؟ اقفلي ولا يقفلي؟ ده انت عاوزالك لوري يجيب الحاجات كده 100 فل و10. خلاص انا ظبطت جدول الشهر الكريم كله من اول الاذكار لحد المسلسلات اللي هتابعها انا والعيال. تعال اخدك في رمضان نايت. بس على طريقة برنامجكم المفضل، برنامج البندر مع الحاج علي. الشاي يا محمد. والله افتكرت ايام ما كنت كل سنه اقعد مستني العيال الصغيرين وهم هيخبطوا عشان يعلقوا الزينه من بلكونتنا لبلكونات البيوت اللي جنبينا، وكانهم بيخلوا بيوت الحته كلها بيت واحد مربوط ببعضه بزينه رمضان. ولعب الكره اللي قبل الفطار ده كان احلاها رياضه. انما دلجيتي رمضان في مصر اتحول من 30 يوم ل 30 حلقة. البيت كله كان هيساعد في عمايل الفطار من الكبير للصغير، واللي ينزل يشتري حاجات ناقصة للطبيخ، وابواب البيوت كلها مفتحة على بعضيها، ويساعد الناس الكبار في السن لو معاهم شيل، وبالمرة يجيب لجيرانه حاجات لو ناقصاهم، وتاخد معاك شوية بومب وصواريخ وتفرجعهم في الطريق. الواحد لو شم ريحة الصواريخ اليومين دول هيحس انه رجع عيل صغير تاني، والذكريات كلها هتفر قصاد عينه. وتستنى اليوم اللي تروح تفطر فيه عند قرايبينك، وتتجمع انت واولاد اعمامك وخلانك، وتنزل وتلعب الفوانيس ام شمع في الشارع. ويجي وقت التراويح تلاقي الرجاله طالعه على الجامع واخدينكم معاهم، وتعمل نفسك هتصلي وتبص لواد عمك وتقعد تضحك. وكنا نستنى مسحرات عشان يقول اسامينا من الشباك. كانت ايام فيها سكينه وبركه. مسحراتي من قراتي من الجراتي دواليب زمان. اكتر ناس كانت مستفيده بالساعه اللي قبل الاذان دي كانوا العيال الصغيره، سواء دلجيتي او زمان، ما احنا كنا عيال برضك. كنا نقعد نستنى علم سمسم. علم سمسم علم سمسم علم سمسم تحت سمسم. وقصص الانبياء اللي كانوا معمولين شبه الفقار دول. والنار برد وسلام لحد الاذان، وتبدا الاعلانات تشتغل، ويفضل يقول لك مكرونه معرفش ايه وشاي ابصر ايه. وبيتمنوا لك صوما مقبولا وافطارا شهيا. وتبدا السعاده الحقيقيه في صوت الكينج. من قلبه روحه مصري والنيل جوا بيسري. وبعدهم نوسة ولوزة وتختخ وعاطف ومحب في المغامرون الخمسة، مثال الأبطال في رمضان. نوسة لوزة تختخ عاطف محب. وبالمناسبة صحيح حاولوا يعملوا بكار نسخة ال3 دي عشان عيال اليومين دول اللي ما بيجيبش معاهم جو القنوات شباب المستقبل دول. تخيل حسونا بالقصة بتاعته دي ثلاثي الأبعاد بشكل غريب خالص. أخيرا أجاز يا ناس. عارف ايه اللي عجب المصريين في برنامج رامز؟ انه فكرهم بمجلب الكاميرا الخفيه بتاعت ابراهيم نصر، يا نجاة ينفخ البلالين عشان عيد الميلاد. ألف مبروك. ألف الشيع. إيه ده؟ إيه؟ عشان كده رامز ليه غلاوه عند الناس. المسلسلات زمان كانت 15 حلقه ومفيش اعاده، اللي فاتك استنى لبعد رمضان بقى تكون فرصتك احسن. وبعد كده بقت 30 حلقه وساعات تكمل للعيد. وما ننساش الحلقه التي ابكت الوطن العربي اول يوم العيد، الفنان يحيى الفخراني في حماده عزه لما ماما نونا ماتت وكان بياكل البليله. كانت التجميعه العائليه بالدنيا، وكانت العيله تقعد تحل في فوازير نيلي وشريهان. ولما كانوا هيبيعوا الحلول دي كانت العائلات هتشتريها وتراجعها. الكورة دي فيها ما فيها. دلجيت الشهر الكريم بيجي ويخلص ويجي اللي بعده واحنا بنجري وراه. انما شكل السفرة اول يوم وهي مليانة على اخرها باكل الواحد هيحبه قوي، المحمر والمشمر والبط والفراخ والحمام واللحمة والمكرونة والرز، وكانت حاجة تفتح النفس. 20 كيلو؟ إزاي؟ خسينا 20 كيلو بس. دخلنا 20 كيلو بس. اي نعم، هنقعد ناكل اكل العزومة دي اول اسبوع في رمضان لحد ما الاكل يخلص ونصعب على الحاجة وتعمل لنا اكل تاني.
شهر رمضان ده معروف بانه شهر الخير، يعني اللي معاه بياكل واللي معهوش برضك هياكل. يا اخي ده موائد الرحمن بتبقى سادة الشارع وما نعرفش نتحرك من بيوتنا قبل الفطار، بس بيبقى زي العسل على قلبي والله لما بتاكد ان مفيش حد بيجوع في رمضان. حتى لو مش على رجلك او في عربيتك والمدفع ضرب هتلاقي 1000 من يوقفك في الشارع ويديك تمر. اي نعم انت بتقلب محمد علي كلاي بفنت يمين وشمال عشان تتفادى كيس التمر وهو جاي في وشك، لكن كتر خير الناس. من ألطف الحاجات اللي الواحد كان هيعملها في وقفة العيد هي انك كنت بتنام وجنبك الطقم الجديد بالجزمة كده فرضه على السرير عشان تلبسه الصبح وانت رايح تصلي. من يوم 20 رمضان مش هتعرف تمشي في الشوارع، مجرد ما هتنزل من البيت هتلاقي ملهاش اخر. يا سلام لو رحت مول او منطقة فيها محلات كتير، كل دول يا صاحبي هيشتروا لبس العيد. انا فاكر امي زمان كانت بتاخدني في اخر كام يوم في رمضان عشان تشتري لي طقمين، وكنا بننزل في عز الزحمه وبنتوه من بعضنا كل شويه، وتلف على قرايبينك قال يعني هتسلم عليهم وانت مستني العيديه. رمضان زمان كان فيه هدوء لا يوصف، وكانت الناس قريبه من بعضيها، عشان تقول لحد كل سنه وانت طيب تروح له لحد بيته ويضيفك كمان. لكن دلوقتي لو حد بعت لك رساله تبقى كتر خيره. قفل يا واد.